سألت الذكاء الاصطناعي من هو الفريق الذي يستطيع أن يحقق دوري الأبطال هذا الموسم؟ صدمني، قال لي في 4 أندية واحد منهم هو بطل دوري الأبطال هذا الموسم. مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، والرابع برشلونة. فكتبت سؤال ثاني، على شنو استنتجت أن هذه الفرق الأربعة ممكن تحقق دوري الأبطال؟ قال لي أول سبب أن مانشستر سيتي هو بطل النسخة الماضية. قال أن الفريق في جاهزيته، هذا الفريق عنده استقرار تكتيكي وعنده تركيبة قوية من اللاعبين مما يجعله مرشح بشكل طبيعي إلى دوري الأبطال. طيب والريال؟ قال لي هذه الكلمة، الريال هو ملك دوري الأبطال. وقال باختصار أن هذا الفريق يملك خبرة طويلة في الأدوار الإقصائية. ممكن في دوري أن أنت تجاريه، لكن في أدوار إقصائية لا يعلى عليه. وقال أن أهم سبب يخلي ريال مدريد بطل لدوري الأبطال هو عامل الخبرة. عنده خبرة بالمباريات الكبيرة اللي يقدر يحسم فيها عينيه. أما بايرن ميونخ كان أمره غريب. قال أن هذا الفريق عنده مجموعة من النجوم فعلا، ولكن عنده استقرار إداري. وقال أن بايرن ميونخ يعتمد اعتماد كلي على هجوم قوي ودفاع منظم، ودائما ما يكون فريق صعب إقصائه، ولذلك من الطبيعي أنه يكون مرشح قوي لدوري الأبطال. أما الفريق الرابع قال برشلونة. ليش برشلونة؟ قال أن رغم التقلبات اللي صارت حق برشلونة لأنه عاد بشكل جدي تحت قيادة فليك، ومع هؤلاء الشباب عنده استقرار على مستوى الأداء، ولأنه يبي يرجع إلى المنصات الأوروبية، فلذلك من المحتمل أنه يكون بطل دوري الأبطال لهذا الموسم. في النهاية أنت اكتب لي رأيك، هل تتوقع أن بطل دوري الأبطال يكون واحد من هذين الأربعة أم عندك اسم فريق مختلف؟ سلام.